بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حملة لواء الحق والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نبدأ إن شاء الله تعالى من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. مواطن كثيرة وهي مواطن الحرب، مقاماتها ومواقفها، كما قال الشاعر: كموطن لولا يطفت كما هوى بأجرامه من كنة النيق محتوي. وامتناعه من الصرف لأنه جمع. والمواطن الكثيرة وقعات بدر وبدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة. وتخصيص يوم حنين بذكر من أيام الحروب لأن المسلمين انهزموا في أثناء النصر ثم عاد إليهم النصر، فتخصيصه بالذكر لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال. ففيه مثل وشاهد لحالتي الإيثارين المذكورين آنفا، بقوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ليتنبهوا على أن هذا الإيثار قد يعرض في أثناء إيثار آخر. فهم لما خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا محبة الجهاد على محبة أسبابهم وعلاقاتهم. وحنين اسم واد بين مكة والطائف قرب المجاز، كانت فيه وقعة عظيمة عقب فتح مكة بين المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12,000 وعلى الأقل، وبين هوازن وثقيف والفا فيهما إذ نهضوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم حمية وغضبا لهزيمة قريش ولفتح مكة. وكان على هوازن مالك بن عوف أخو بني نصر، وعلى ثقيف عبد الياليل بن عمرو الثقفي، وكانوا في عدد كثير، وساروا إلى مكة فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا بحنين. فقال المسلمون: لن نغلب اليوم من قلة، ووثقوا بالنصر لقوتهم، فحصلت لهم الهزيمة عند أول اللقاء. وكان ذلك عتابا إلهيا على نسيانهم التوكل على الله بالنصر. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع قول بعض المسلمين لن نغلب من قلة ساءه ذلك، فإنهم لما هبطوا وادي حنين كان الأعداء قد كمنوا لهم في شعابه، فما راعى المسلمين وهم منحدرون في الوادي إلا كتائب العدو وقد شدت عليهم، ما يقول البدوي رحمه الله: وبينما الجيش إليهم ينحدر بغالس شدوا عليه وهو غير. وقيل إن المسلمين حملوا على العدو فانهزم العدو فلاحقوهم يغنمون منهم. وكانت هوازن قوما رماة فرموا المسلمين بالسهام، فأدبر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، وتفرقوا في الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في الجهة اليمنى من الوادي، ومعه 10 من المهاجرين والأنصار: حيدرة العمران وأبو سفيان جعفر بنه المنتخب وعمه ربيعة العباس وفضله أسامة الأكياس، وإلى غير ذلك إلى آخره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يصرخ في الناس: يا أهل بيعة الرضوان، يا معشر المهاجرين والأنصار هلموا إليه. اجتمع إليه 100 وقاتلوا هوازن مع من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، واجتلد الناس وتراجع بقية المنهزمين واشتد القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. ولم تقل هذه الكلمة قبله صلى الله عليه وسلم. فكانت الدائرة على المشركين وهزموا شر هزيمة،
وغنمت أموالهم وسبيت نساؤهم. كذلك قوله تعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وهذا التركيب تمثيل لحال المسلمين، والباء في قوله بما رحبت الملابسة، والتقدير ضاقت عليكم الأرض حالة كونها ملابسة لرحبها لسعتها. وهذا المعنى كقول الطرماح بن حكيم ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابل. ثم وليت مدبرين يريد فرار الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم. والسكينة الثبات واطمئنان النفس، وتعليقها بإنزال الله تعالى وإضافتها إلى ضميره تنويهم بشأنها وبركتها، وإشارة إلى أنها سكينة خارقة للعادة ليست لها أسباب ومقدمات ظاهرة، وإنما حصلت بمحض تقدير الله وتكوينه كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة لندائه الناس. ولذلك قدم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذكر المؤمنين، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها. وجنود جمع جند، وجند اسم جمع لا واحد له من الأول، والمراد هنا جماعات من الملائكة موكلون بهزيمة المشركين كما دل عليه فعل أنزل، أي أرسلها الله تعالى لنصرة المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين، ولذلك قال لم تروها. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، وتعذيبه الذين كفروا وتعذيب القتل والأسر والسبي، وذلك والإشارة بذلك إلى العذاب المأخوذ من عذب، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وهذا إشارة إلى إسلام هوازن بعد تلك الهزيمة، فإنهم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين تائبين، وسألوه أن يرد إليهم سبيهم وغنائمهم، فذلك أكبر منة في نصر المسلمين، إذ أصبح الجند العدو لهم مسلمين معهم لا يخافونهم بعد ذلك اليوم. والمعنى ثم تاب الله عليهم أي على الذين أسلموا منهم. فقوله يتوب الله من بعد ذلك بالمضارع دون الفعل الماضي، لأن المقصود ما يشمل توبة هوازن وتوبة غيرهم، بالإشارة إلى إفادة تجدد التوبة. يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقرأ على مشركي مكة أول براءة وينبذ إليهم عهدهم أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال أناس من يا أهل مكة ستعلمون ما تلقون من الشدة وانقطاع السبل وفقد الحمولة، فنزلت الآية. وقيل لما نزل إنما المشركون نجس شق على المسلمين وقالوا من يأتنا بطعامنا، وكانوا يقدمون عليهم بالتجارة، فنزلت وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وجمهور على أن المشرك من اتخذ مع الله إلها آخر، وعلى أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين. ومن العلماء من أطلق عليهم اسم الإشراك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال قتادة وغيره صفة المشرك بالنجس إنما كانت لأنه جنب، إذ غسله من الجنابة ليس بغسل. وقال ابن عباس وغيره بل معنى الشرك هو الذي نجسه كنجاسة الخمر. قال حسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه من صافح مشركا فليتوضأ. فمن قال بسبب الجنابة أوجب الغسل على من يسلم من المشركين، ومن قال بالقول الآخر لم يوجب الغسل. قال ابن عطية والمذهب كله على القول بإيجاب الغسل إلا ابن عبد الحكم فإنه قال ليس بواجب. ونص الله تعالى بهذه الآية على المشركين وعلى المسجد الحرام إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فقاس مالك رحمه الله تعالى وغيره جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المشركين، وقاس سائر المساجد على المسجد الحرام، ومنع دخول الجميع في جميع المساجد. وكذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ويؤيد ذلك قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
وقال الشافعي هي عامة في الكفار خاصة في المسجد الحرام، فأباح دخول اليهود والنصارى والوثنيين في سائر المساجد. ومن حجته حديث رب ثمامة بن أذان في المسجد. وقال أبو حنيفة هي خاصة في عبدة الأوثان وفي المسجد الحرام، فأباح دخول اليهود والنصارى في المسجد الحرام وغيره ودخول عبدة الأوثان في سائر المساجد. وقال عطاء وصف المسجد الحرام ومنع القرب يقتضي منعهم من جميع الحرام. وفي هذه الآية استئناف ابتدائي للرجوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام، المفاد بقوله في الآية قبل الآيات فكان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. جيء به لتأكيد الأمر بإبعادهم عن المسجد الحرام مع تعليله بعلة أخرى تقتضي إبعادهم عنه، وهي أنهم نجس. فقد علل في الآية الأخرى بأنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر فليسوا أهلا لتعمير المسجد المبني للتوحيد، وعلل هنا بأنهم نجس فلا يعمر المسجد لطهارته. وقد فرع على نجاستهم بالشرك المنع من أن يقربوا المسجد الحرام، أي المنع من حضور موسم الحج بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وهو عام 9 من الهجرة. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. والعيلة والفقر يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر، وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. والمعنى إن خفتم فقرا بسبب منع الكفار فسوف يغنيكم الله من فضله، وهذا إخبار عن غيب في المستقبل على سبيل الجزم في حادثة عظيمة، وقد وقع الأمر طابقا لذلك الخبر فكان معجزا. وقد أغناهم الله بأن هدى للإسلام أهل تبانة وجرش من بلاد اليمن فأسلموا عقب ذلك، وكانت بلادهم بلاد خصب وزروع فحملوا إلى مكة الطعام والميرة. وأسلم أهل صنعاء وبلدهم تأتيه السفن من الهند وبلاد كثيرة. وأسلم أهل جدة وبلدهم مرفأ ترد إليه الأقوات من مصر وغيرها، حملوا الطعام إلى مكة. وقوله إن شاء يفتح لهم باب الرجاء مع التضرع إلى الله تعالى في تحقيق وعده لأنه يفعل ما يشاء، إن الله عليم حكيم. وهذا تعليل لقوله وإن خفتم عيلة، أي أن الله يغنيكم لأنه يعلم ما لكم من المنافع من وفادة القبائل، فلما منعكم من تمكينهم من الحج لم يكن تاركا منفعتكم فقدر غناكم عنهم بوسائل أخرى علمها وأحكم تدبيرها سبحانه وتعالى. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز، وليس ذلك بمناف للتوكل، وإن كان الرزق مقدرا وأمر الله وقسمه مفعولا لكنه علقه بالأسباب حكمة ليعلم القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي تتوكل على رب الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل، فقد قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ما في البخاري صحيح البخاري. فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يضاده الغدو والرواح في طالب الرزق. قال ابن العربي رحمه الله ولكن شيوخ الصوفية قالوا إنما يغدو ويروح بالطاعات فهو السبب الذي يجلب الرزق. قالوا والدليل عليه أمران، أحدهما قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والثاني قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فليس ينزل الرزق من محله وهو السماء لا ما يصعد وهو ذكر الطيب والعمل الصالح. وليس بالسعي في الأرض فإنه ليس فيها رزق، السماء رزقكم ما توعدون. والصحيح ما أحكمته السنة عند فقهاء الظاهر وهو العمل بالأسباب الدنيوية من الحرث والتجارة في الأسواق والعمارة للأموال وغرس الثمار، وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلى آخر كلامه المفيد الطويل. ثم الأسباب التي يطلب بها الرزق 6 أنواع، أعلاها كسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. والثاني أكل الرجل من عمل يده. والثالث التجارة والحرث والغرس وإقراء القرآن وتعليمه والرقية والأخذ بنية الأداء إذا احتاج.
وقوله في الآية إن شاء دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد وإنما هو من فضل الله تولى قسمته بين عباده، وذلك بين في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.